هند وهنشوف هتعمل لنا ايه اللي مش مصري قوي ده. هنبدا بايه يا استاذه وهتعملي ايه؟ قولي لي. هبدا اسلق الفراخ. تعملي اسم الصنف ايه؟ فراخ كده؟ لا، المندي. المندي دي داخله على تقيل، ما بتهزريش، ورينا يلا. هبدا احط ميه. تمام، وتغلي الميه كويس عشان ما تطلعش ريم. وهبدا انزل شفتي بقى؟ بالفراخ. هسيبها بقى وهبدا اعمل الرز بتاع المندي. تمام. الشوربه مش هتحطي لورا، ملح، هحط فلفل، بس بصل؟ يعني تدي اماره يعني كده تبدا تغلي غلوه كده معاها، وهحط بقى حبهان وورق لوري وكده. اوكي كده، ده مهم جدا للمطبخ على فكره. هبدا هنا هعمل الرز. ده رز المندي مشاهدينا، احنا شغالين في طبق واحد على حلتين زي ما بيقولوا كده، بنوسخ مواعين كتير وده مش حلو في الشتاء. يعني بس انا حبيت ايه. هنحط يعني حبه صغيرين سمنه وحبه زيت صغيرين. تمام، عشان يتفلفل صح؟ مش هنكتر، هو المندي مش بياخد رز ولا يعني ولا زيت، مش بياخد سمنه ولا زيت. المقادير موجوده معانا على الشاشه. مساء الفل يا هنوده. يبقى هو ما بياخدش دهون كتير، ده قصد هند. ما بياخدش دهون كتير. هتبدا بس تسخن، وهبدا انزل معايا قرفه، تمام، خشب، معايا ورق لوري، معايا لومي، معايا مرق الدجاج، بس مرق الدجاج الفوريه، ومعايا حبهان وبهارات بتاعه المندي. طيب هنوده، انت عارفه ان احنا مطبخ صحي صح؟ طيب احنا اللي هي الشوربه دي الجاهزه احنا ما بنستخدمهاش، بديلها ايه؟ لان احنا عارفين اضرارها خلاص. استخدم ميه وخلاص او استخدم شوربه فراخ؟ شوربه فراخ عادي. طيب يعني انا ممكن استخدم الشوربه بتاعت الفراخ. طب وهتديها فين الشوربه دي؟ هترميها؟ لا مش هرميها. عادي. بصي احنا ممكن نستخدمها، يعني نشيل مثلا مرقه الدجاج خالص. أيوة. ملهاش اي لازمه، عادي مفيش مشكله. وهنستخدم الشوربه بتاعت الفراخ بالظبط كده، علشان يبقى اكلنا صحي. احنا سلطه خضراء وتغذيه علاجيه. هبدا انزل التوابل. في حاجات ما بناخدش بالنا منها زي حلويات كده ونقول يلا اهو يوم وهنستغفر بعديه، لكن في حاجات بتبقى ليها اضرار. بتبقى ليها اضرار على طول، خصوصا الحاجات دي اي حاجه فيها مواد حافظه يا ريت لو عرفنا نبعد عنها او نقلل منها، ده بيكون ليها فوائد للصحه والجسمنا والمناعه اللي اثبتت ان هي اغلى حاجه في حياتنا دلوقتي. هنحمرهم بقى ونشم الروايح. طيب ماشي، هديهم لسعه كده. اديهم لسعه. دي ما بتهزرش. هبدأ بس لحد ما هم ريحتهم تطلع، هيكون الفرخة بدأت المية بتاعتها تغلي. هبدأ بقى احط لها ورق لوري. تمام، قلبك ابيض. الحاجات عندنا هنا بتصحى، خدي بالك. ورق اللورا من الحاجات المفيدة. الورق اللورا من الحاجات اللي بتساعدنا ان احنا نخلص من الدهون. وفجأة كده من سنة تقريبا كده ابتدت تيجي اصوات من الدكاترة ان ورق اللورا مفيد جدا بالنسبة للناس اللي عندهم خشونة، ويقولوا لنا من بالليل كده حطوه في المية بتاعتكم واشربوا تاني يوم المية. موضوع الخشونة ده لسه ما حدش اكد لي الموضوع، او مش كل الدكاترة عليه اجماع، لكن بالتأكيد لو في اكلة دسمة جدا واحنا بنحط فيها ده بيساعد ان الدهون تبقى قليله. هنوده عندنا اطباق ايه تانية؟ انا شايفه كنافه وشايفه عندنا سمبوسه بالجبنه. بالجبنه. جبنه اللي هي الميكس، اللي هي جبنه رومي، جبنه شيدر، جبنه موزاريلا. الله الله الله. او ممكن تحطي اي نوع جبنه عندك. تمام. لو جبنه قريش ماشي. احطها بقى زيتون، جبنه قريش احط معاها زيتون. جبنه عبور، اي نوع جبنه، اي نوع جبنه بيضاء. بس هنقول جبنه، اي نوع جبنه بيضاء. ممكن نطعمها بزعتر، ممكن نطعمها بحاجه اي نوع جبنه انت. طيب عبال ما ده يستوي ممكن نبدا في طبق تاني. ممكن نبدا في طبق السمبوسه. طيب شوفي هي سمعتك يا استاذه منال. الاستاذه منال اقترحت ان هي تبدا في السمبوسه، فهي قالت نبدا فيها. هو انا ديمقراطيه خيرتها فاختارت. انا هنا معايا السمبوسه. طيب بقى ايدك بقى يا ست الكل، وريني. لا وريني الحاجات اللي قصاد ايدك عشان نعلم مشاهدينا، وتعلمي دعاء اللي واقفه قصادك ازاي تلف السمبوسه وتطلع كويس. في الحقيقه يعني انا ابدا اول وبعد كده ماليش دعوه. هبدا اللي انا هاخد. المهم ايدك تكون قصادها فاضي يا ست الكل.
هبدا اعمل كده اهو. انت هتعمليها قرطاس الاول وبعدين تحشي؟ اه زي النظام مثلث انت كده. بتحشي المحشي على ايدك صح؟ اه اما انا بحشي المحشي على ايدي، انا عرفت لان انت خدتي ايدك، هي ده الاساس بتاعك اللي اه بتشتغلي هبدا عليها. احشي اهو. هاخدها سمبوسه كده هتعملي واحده تانية علشان اختك ما لحقتش تاخد بالها. طيب. ابتديتي ازاي القرطاس ده؟ وهجيب من وميكس الجبنه الجبن ميكس الجبن. اللي قالت ان احنا لينا مطلق الحريه فيه، وده شيء عظيم. وهنا هبدا هقفلها هنا بشويه ميه ودقيق. اوكي، علشان الماده اللي بتنشي دي في الدقيق تضمن انها ما تتفتحش مننا، صح؟ اه عشان تمام. ولو عايزه اللي انت المقادير، ها قولي قولي. لو عايزه اللي انت تقفليها كان زوم من منها هنا فيها كده كده؟ اه اهي. طيب يعني والنبي في كذا اسهل يا حل. اختي. اه يعني في كذا كده حل. اسهل، هنقعد ما ميه عندكيش ودقيق. مثلا مي دقيق مثلا، في ناس ما بتبقاش مثلا خلص عندها مم. هتنزل تجيب دقيق بتكسل فاهو. اهي بصوا اهي. حتى لو عندي دقيق انا لسه هعمل ميه وابل واوسخ حاجه يا جماعه، احنا في الشتاء يعني الكوبايه بتتوسخ بحذر. هبدا هتورينا تاني ازاي نعمل القرطاس ده اهو. وانا معاكي. اوكي. هبدا الف كده الراس اهو. وان ده كله ماسكاه من هنا هبدا الفه كده اهو عكس عكس رايح جاي اهو. الحاجات دي صعبه قوي. ليه مش يعني صعبه. عايزه اقول لك لو انا كنت معقمه ايدي كويس كنت جيت اشتغل معاكي لغايه ما اجيبها، بس يعني ايه، مش هتيجي معاكي كويس على طول. احلام اسمعي علينا. اهي هبدا اللي انا ندخلها جوه، اوفر للوقت وللجهد، نسهلها والنبي على الست اللي بتشتغل وبترجع تعمل لقمتين لعيالها اهو. ولبيتها. هتقلي ولا هتدخلي فرن؟ لا هقليها. لا هجيب. ده سؤال برضو. هبدا اجيب. اطعم سمبوسك انت بتاكليها بتبقى بطعم ايه؟ انا بحب السمبوسه عامه. انت بتحبي المقليات، بتحبي بحبها. الاكل الدسم صح؟ اه بحبها. هبدا انزل الزيت. لازم الزيت يقدح كويس. اه هنا بصي خلاص التوابل هبدا انزل بالرز. تمام. بس رزنا الرز يبقى الرز النظيف الحبايه الطويله. تمام، نجيب نوع نظيف. اه مش اي نوع وخلاص عشان تاخدي منه جوده حلوه. تمام، حلو الكلام. ممكن تحطي بصلايه جزرايه مبشوره فص ثوم مبشور معاهم. ممكن تحطي الميه الاول تغلي وبعد كده تقومي حاطه الرز. يعني ليه كذا طريقه. تمام. بس احنا يعني على قد ما احنا عرفنا المندي بس برضو يعني كل واحد ليه طريقه للمندي بتاعه. طريقة ونفس وقصص كبيرة، سبحان الله سبحان الله يا هند يعني. بيقولوا عليكي نفسك حلو. جوزي. جوزك، وهي حتى لو بيقولوا وحش هتقولي على الهوا. لا والله. ايوه كده، ردي عليا قولي لا لي مين والله. غير جوزك بس بيجاملك. لا في ناس كتير والله بتاكل وتقول لي جوزك حلو. بيجاملك عشان ما تطلبيش منه مصاريف بيت مصاريف مدارس يعني كده. لا هقول لك على حاجه جوزي من النوع اللي هو لو ما عجبهوش حاجه ما ياكلهاش لو مين. بياكل يخلص الطبق. بس لو حلو لو وحش ده بيعدل عليكي. اوكي، بس قال نفسك حلو. طيب حلو. ايه الطبق اللي بيحب ياكله من ايدك؟ لا كل الاكلات. لا ايه الثقه دي بقى؟ في طبق كده بيبقى حلو ما يتاكلش غير من ايد هند، ايه بقى؟ لا والله ما قاليش صراحه بس هو كل الاكل بياكله من ايدي. طب هو اسمه ايه؟ محمد رفعت. طب يا فندم يا استاذ محمد رفعت، حدد لها طبق كده هي تكون مميزه بيه وتيجي تنافس بيه هنا ونشوف. قول لها يعني هي ايه مميزه في ايه؟ رساله على الهواء، مش عارفه رساله على ايه، على حاجه في اغنيه مش فاكره رساله من ايه، هيلحقوني اكيد في الكنترول روم، او رساله من امراه، رساله من تحت، رساله من على الهواء بقى على طول ليه استاذ محمد رفعت. قول لها الاكله ايه؟ ايه يا هنوده بتدوري على ايه؟ هنوده اول مره في مطبخنا، فزي كلنا بنخش مطبخ غريب علينا بنبقى لايسين شويه. هبدا ان انا انزل السمبوسه. اوكي، ولازم الزيت يقدح كويس. وبلغينا بقى يعني رد فعل الرساله دي ايه يا هند؟ الزيت لازم يتقدح. لا يا حبيبتي لجوزك. ماله جوزي؟ بيسلم عليكي كتير يا هنوده. ربنا يخليكي تسلمي.
العين طول الوقت بتاعت السمبوسك عاليه يا هنوده؟ اه طيب ماشي. بس كده. هنبقى مصحصحين بقى لان الطوابق رقيقه قوي، فاعتقد ان هو مجرد ما تاخد اللون هنشيله. انا ما عملتوش قبل كده لاني ما بعرفش اعمل القرطاس، فعشان كده مش قادره احكم او عاكس هنوده فيه. هنوده اختفت من المطبخ، خرجت اهو الكاميرا جايبه ما فيش هنوده من المطبخ. نعمل ايه بقى وهتظهر هنوده فين؟ هنشوفها. الحمد لله بالسلامه. الله يسلمك. هبدأ انزل بالميه. اوكي هنحط له بقى شويه ملح. اوكي نبهره بقى اه هتبقى بملح. هو ملح بس، طب ده انت حلو جدا على لان فكره. احنا هنلونه هتلونيه بايه؟ ببودره زعفران ولون احمر. هعمل رز مختلف النهارده. اوكي. الساكت ده بيبقى واثق من نفسه قوي على فكره، يعني انا قاعده عماله اعكسها واجيبها يمين واجيبها شمال، فالساكت ده بيبقى واثق من نفسه. ها وبعدين اتكلمي بقى. بس هعمل بقى السمبوسه بقى هعملها ليها. طيب عقبال ما تتقلي السمبوسك ويخلص الطبقين دول، هنخرج لفاصل بنتكلم فيه عن الكرنب اللي هو يعني شتوي، ومعظمنا في الاجواء نقول الجو ده محتاج محشي كرنب ومعاه بطه، مع اني ما باكلش البط. هنشوف فوائده ايه. هتنورنا وتشرفنا دكتوره ايمان الشورى، استشاري التغذيه العلاجيه، اللي بنتكلم معاها عن ازاي نخلي المناعه متوازنه تقدر تقاوم الفيروسات المختلفه، وتحديدا الفيروس المخلوي التنفسي. تابعونا.